مساء الخير عليكم يا شباب. طبعا حلقة جديدة من حلقات النهاردة. أتمنى يا رب تكونوا بخير. أتمنى إن الناس تساعدني بإنها تعمل سبسكرايب للصفحة ولايك للفيديو. طبعا قبل ما نبتدي كلام الفيديو، في كلمتين مهمين لازم نقولهم. في الأول يا جماعة لو سمحتم ندعي لإخواتكم في السودان، ادعوا لإخواتكم في لبنان. اللي بيحصل حوالينا شيء مش طبيعي. أنا عارف إنه له علاقة باللي ما يتسموش، ربنا ياخد اللي ما يتسموش ونخلص منهم. واللي بيحصل في لبنان لأنه ليه وضع أو ليه سبب، ليه علاقة باللي ما يتسموش. ربنا ياخدهم ونخلص منهم. إنما الموضوع الأساسي ندعي لإخواتنا في فلسطين، اللهم ارحمهم وانصرهم على اللي ما يتسموش بإذن واحد أحد، وإن شاء الله هترجع فلسطين تاني. نخش في الموضوع الأول. الموضوع الأول هو الثلاثي دونجا وشلبي وعبد الواحد السيد. طبعا هتكلم باختصار عن الماتش. الماتش كان ماشي بشكل عادي، ماتش بيراميدز والزمالك، الأسيوطي أو الزمالك أيا كان، بيراميدز أو الأسيوطي كان كسبان بهدف إبراهيم عادل في الدقيقة 13 أو 14 تقريبا. الزمالك رد بالتعادل في الدقيقة 40 من سيف الدين الجزيري. لحد الدقيقة 50 حصلت هنا بقى المشكلة اللي أنا هكلمكم عنها دلوقتي. المشكلة إن كان في ضربة جزاء على محمود بن تايج بعد مراجعة الفار. طبعا دونجا نزل لفرض الأمن تحت للاحتجاج على ضربة الجزاء، واشتبك مع فرض الأمن، واتدخل شلبي وعبد الواحد السيد. بعدها راح فرض الأمن عمل محضر باسم الشرطة وتم استدعائهم للتحقيق معهم. أنا هتكلم من وجهة نظري في الموضوع بعيدا عن الهزار والتحفيل. يعني لو نفتكر مشكلة حسين الشحات كانت من موسم أو 2. حسين الشحات كان بيتقال عليه إن لازم يتحبس بسبب اللي عمله مع الشيبي. وجماهير الزمالك هتفت في المدرجات راجل يا شيبي راجل يا شيبي. هم دلوقتي بيقولوا اللعيبة اعتذرت وما ينفعش يتحبسوا على دونجا وشلبي، ودخلوا الموضوع في مؤامرات كونية ومظلوميات والدنيا كلها بتتأمر عليهم وعلى لعيبتهم. مش كده وبس، لأ ده بيدينوا فرض الأمن وبيقولوا عليه أهلاوي متنكر. وبدل ما الإدارة تحل المشكلة وتوقع عليهم عقوبات، لأ بيدينوا الدولة اللي هي استضافتهم للماتش. طب انت بتدين الدولة ايه؟ الدولة بترجع حق اللي اتضرب. انت ضربت فرض الأمن، انت عايز الموضوع كان يعدي ازاي؟ ما علينا يعني. طبعا فرض الأمن دونجا وشلبي بيتعدوا عليه وراجل عمل محضر زي ما انا شرحت. في كلام اتقال ان في محاكمة اتأجلت بس مش فاكر اليوم كام، تقريبا يوم 29 اكتوبر. نروح للموضوع التاني. الموضوع التاني طبعا هو موضوع كهربا، أزمة كهربا مع النادي الأهلي. كهربا بعد ماتش سيراميكا كولر والمساعد بيسلموا عليه، كهربا مردش. كان حاضر كابتن محمد رمضان وعرف بالموقف. كابتن محمد رمضان اتخذ القرار بتغريم كهربا 1,000,000 جنيه ورجوعه للقاهرة بعد طبعا ما تواصل مع رئيس البعثة الأستاذ ضماطي. أنا مش فاكر اسمه ايه بالكامل بس هو كان ده رئيس البعثة. طبعا ناس كتير جدا ممكن ما تتفقش معايا في الكلام ده او ما يعجبهاش. افضل قرار خده كابتن محمد رمضان هو تغريم كهربا. من وجهة نظري ان اوري العين الحمراء عشان لو افكر اي لعيب يتعوج عليا يبقى عارف مصيره ايه. في كلام بان كهربا هيتعرض للبيع، طبعا الكلام ده لحد دلوقتي هو مش رسمي. بس اتمنى ان احنا نعدي ماتش يوم الخميس. ماتش يوم الخميس هيبقى ماتش صعب. اتمنى ان اللعيبه تكون رجاله. الماتش ده هيكون الدافع بان انت
يخليك تكسب العين مستريح. صدقوني والله دي الحقيقة، ان ده اللي هيعلي معنويات اللعيبة وهيلعبهم بنفسية مرتاحة. لو خسرتوا محدش هيقف جنبكم ولا هيدعمكم. اخواتي وحبايبي كده انتهت حلقة النوم، وان شاء الله في حلقة جديدة يوم الخميس بعد الماتش. ندعي بإذن الله ان الاهلي يكسب، ربنا ان شاء الله ينصر النادي الاهلي وناخد السوبر من الزمالك ان شاء الله. سلام عليكم.